المشاهدون الأكارم، أسعدتم أوقاتا. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بالعناوين. رئيس مجلس السيادة السوداني يزور إريتريا. نمو بذور القمح المحسن في ابن حيلي. تواصل أنشطة مكافحة جراد الجندب في جنوب البحر الأحمر. برلين تمهل موسكو بضعة أيام لتوضيح ملابسات تصمم المعارض نافالني. أوكرانيا تتهم الانفصاليين الموالين لروسيا بخرق هدنة. الإعصار حايشن يجتاح جنوب اليابان برياح عاتية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. في إطار الزيارات التبادلية بين إريتريا والسودان للدفع بالعلاقات الثنائية ومجالات التعاون المختلفة، قام رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان بزيارة عمل إلى إريتريا. تفاصيل الزيارة في سياق التقرير التالي. زار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان إريتريا اليوم 7 سبتمبر في زيارة عمل استغرقت يوما واحدا بموجب الدعوة الموجهة إليه من فخامة الرئيس سياس أفورقي. وبحث الرئيس سياس أفورقي والجنرال البرهان خلال الزيارة العلاقات الثنائية المطورة والقضايا الآنية ذات الاهتمام المشترك، وقيم تطور العلاقات والأوضاع في السودان بعد التغير الذي حدث. وتناول اللقاء اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري المبرم العام الماضي، وتم التواصل إلى اتفاق بموجب التفاهم القائم لبدء لقاءات الجهات المشاركة في مجالات التعاون وتسيير عملها. وفي القضايا الإقليمية بحث الرئيس سياس أفورقي والفريق أول البرهان الخطوات المتخذة على أساس التفاهم الذي تم التواصل إليه مسبقا لتقوية التعاون لضمان السلام الإقليمي، واتفقا لمواصلة الجهد. وحضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد أمانة جبرأب. وتفقد الرئيس سياس أفورقي والفريق البرهان خزاني لوغو ومسلم والتنمية الزراعية الجارية في المنطقة وتربة الأبقار للألبان. وغادر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق والركن عبد الفتاح البرهان البلاد بعد الظهر اليوم، مختتما زيارته التي استغرقت يوما واحدا. وكان الرئيس سياس أفورقي في وداعه في مطار أسمر الدولي بمراسم الشرف الرسمية. وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق والركن عبد الفتاح البرهان إريتريا بعد التغير الذي شهده السودان، كما قام الرئيس سياس أفورقي بزيارات مماثلة للسودان. أوضح خبير تنمية النباتات في مديرية ابن حيلي السيد أمانويل جبر برهان أن بذور القمح المحسن المزروعة في 90 هكتار تنمو جيدا نتيجة غزارة الأمطار. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد منقست أب تعميز راحة مساحة حوالي 15,000 هكتار من الأراضي بمختلف أنواع الذرة والبقوليات، وقد بلغت المزارع مرحلة آمنة من النمو. وأكد عدم وجود ظاهرة آفات مقلقة حتى الآن، وقد جرت الاستعدادات اللازمة للتصدي لمخاطر أسراب الجراد التي تجري مراقبة ومتابعة جيدة لها وللمزارع توقيا من ظهورها. تتواصل الجهود في إقليم جنوب البحر الأحمر للسيطرة على جراد الجندب في مديريتي وسط دنكاليا ورعتة قبل انتقاله إلى مناطق أخرى. وأوضح مسؤول فرع تنمية النباتات في قسم الزراعة والأراضي السيد محمد عبد الرحمن التمكن من وضع حد لحركة جراد الجندب نتيجة لرش المبيدات في مساحة 250 هكتار في مناطق أفنابو في وسط دنكاليا، بتضافر جهود المهنيين الزراعيين وأعضاء قوات
الدفاع والسكان، وبذلت جهود حسيسة وجبارة في مديرية أرعتال لإبادة جراد الجندب في ضواحي آليتي ورامودا وبحيتا ابتداء من 31 من أغسطس. وقال إن الدورات التدريبية المقدمة مسبقا لمكافحة الجراد ساعدت في أنشطة المكافحة الجارية حاليا، مؤكدا مواصلة أنشطة المكافحة لعدم انتفاء مخاطر أسراب الجراد. وقد أقيمت في إقليم جنوب البحر الأحمر نقاط مراقبة في رحيتا وبلدة طيعو لأسراب الجراد القادمة عبر البحر للتكاثر. تجري الجهود في ضاحية دماس في مدينة جندع لمكافحة الملاريا التي قد تظهر مع غزارة الأمطار. وأوضح الممرض عجيل محمد بأن أنشطة التوعية جارية لنظافة البيئة واستخدام الناموسيات، داعيا السكان لدفن البرك والمستنقعات بالإضافة إلى الاستخدام الجيد للناموسيات. وأوضح السكان بأن العيادة المقامة وسط قريتهم تسهم إلى جانب الخدمات الطبية في التوعية الصحية. وتقدم عيادة دماس خدمات الولادة وتطعيم الأطفال والحوامل والصيدلة والإسعافات الأولية والنصح والإرشاد. استشهد يوم 6 من سبتمبر المناضل المقدم يوهانس جيتوم عضو مركز الخدمات الفنية العامة بوزارة الدفاع عن عمر بلغ 63 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل يوهانس جيتوم بصفوف قوات التحرير الشعبية في العام 1975 وخدم في مرحلة النضال وبعد الاستقلال بتفاني لشعبه ووطنه. والمناضل يوهانس أب ل4 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بأسمر عصر اليوم الاثنين 7 من سبتمبر هذا. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل المقدم يوهانس جيتوم، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملاء العمل. مشاهدينا فاصل ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، اتهمت موسكو برلين بتعطيل جهود التحقيق في قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني بعدما أمهلت ألمانيا الكرملين بضعة أيام لتقديم توضيحات أو مواجهة عقوبات. وأفادت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن برلين تعطل عملية التحقيق التي تدعو إليها. وكان سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي قال سابقا إن ألمانيا تطلع روسيا على نتائج التحقيق الذي تخوضه. وسابقا قالت برلين التي ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي إنها ستناقش في مسألة فرض عقوبات محتملة على روسيا إذا لم تقدم الأخيرة في الأيام المقبلة توضيحات بشأن قضية تصميم المعارض أليكسي نافالني حسب ما أعلن وزير الخارجية الألماني. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لصحيفة بيلد في الأيام القليلة المقبلة إذا لم يساهم الجانب الروسي في توضيح ما حدث فسنضطر إلى مناقشة الرد مع شركائنا، مشيرا إلى أنه إذا ما تقرر فرض عقوبات فلا بد من أن تكون محددة الأهداف. قال الجيش الأوكراني إن انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا أحرقوا وقفا لإطلاق النار مع القوات الحكومية وقتلوا جنديا وأصابوا آخر. وأضاف الجيش في بيانه أن الانفصاليين فتحوا نيران قاذفة قنابل على الجنود في منطقة كراسنوهوريفيكا وأطلقوا النار من أسلحة صغيرة في منطقة لوهانسك. ولم يتسنى الاتصال بمسؤولين في القوات الانفصالية للتعليق. وقال الجيش الأوكراني إن هذا الهجوم يشير إلى أن القوات الموالية لروسيا تريد تعطيل اتفاق توصل إليه مفوضو الجانبين ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لوقف إطلاق النار بشكل كامل اعتبارا من 27 من يوليو. وأسفر الصراع الدائر بين القوات الأوكرانية والمتمردين المدعومين من روسيا إلى سقوط أكثر من 13,000 قتيل منذ عام 2014. وانتهت المعارك الرئيسية بهدنة تم الاتفاق عليها في مينسك عاصمة روسيا البيضاء في 2015، لكن ما زالت الاشتباكات المتقطعة تؤدي إلى قتل مدنيين وجنود أوكرانيين وانفصاليين.
اجتاح الإعصار هايشن جنوب البلاد أو اليابان برياح عاتقة وأمطار غزيرة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، ودفع السلطات للتوصية بإجلاء نحو 1.8 مليون من سكان المنطقة. وكان مركز الإعصار في بحر الصين الشرقي على مسافة 110 كيلومترات جنوب شرق جزر غوتو غرب ناكازاكي، وفقا لهيئة الأرصاد اليابانية. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن سرعة الرياح التي يحملها الإعصار قد تصل إلى 216 كيلومترا في الساعة. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن السلطات حثت على إجلاء السكان من مناطق في 7 مقاطعات في جنوب اليابان، وهو جهد عرقلته إجراءات التباعد الاجتماعي التي تعني أن مراكز الإيواء ستستقبل أعدادا أقل من المعتاد. وأضافت الهيئة أن الإعصار قطع الكهرباء عن 180 ألف منزل، وتابعت أن خدمات المواصلات توقفت بالكامل في المقاطعات المنكوبة. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن شركات الطيران ألغت أكثر من 500 رحلة من إيكاناوا وجنوب اليابان، وعلقت السلطات خدمة القطارات فائقة السرعة في جنوب وغرب اليابان. الخبر الأخير في هذه النشرة: حقق رجل نمساوي رقما قياسيا جديدا بالوقوف في صندوق مملوء بمكعبات الثلج لمدة 2 دقيقة و57 ثانية. وقضى جوزيف كوبريل البالغ من العمر 42 عاما الذي لم يكن يرتدي سوى سروالا للسباحة هذه المدة وهو مغطى بالثلج حتى كتفيه، ووقف داخل صندوق شفاف ضامن ذراعيه إلى صدره. وحتم كوبريل رقمه القياسي السابق الذي حققه العام الماضي لأطول فترة يتعرض فيها كامل الجسم للثلج، وهي 2 و8 دقائق و47 ثانية. وبعد خروجه من ذلك المحبس المتجمد ليستمتع بالجو المعتدل في بلدة ميليك على نهر الدونوب، حيث كان حشد صغير يتابعه في الساحة الرئيسية بالبلدة. قال كوبريل للصحفيين: إنه شعور رائع. مشاهدينا، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.